يا هلا باللي قرر يتغير اليوم. أنا سفيان، وفي الفيديو هذا هنمشي خطوة أقرب للنسخة اللي تستاهلها. اضغط لايك من دابا إذا أنت جاهز، يلا بينا. لكن السؤال الحقيقي ليس هل نملك طموحا، بل السؤال الأصدق: كيف نحول الطموح إلى فعل؟ الحقيقة أن المسافة بين الحلم والإنجاز ليست مسافة وقت، بل مسافة سلوك. كثيرون يحملون طموحات عظيمة في عقولهم، لكنها تموت بهدوء لأنها لم تجد أول خطوة على أرض الواقع. فالطموح يولد من الفكر، أما الفعل فيولد لحظة الانضباط، حين تتوقف عن انتظار المزاج المناسب وتبدأ بما تستطيع في الوقت الذي أنت فيه الآن. في علم النفس السلوكي توجد أداة قوية تسمى نوايا التنفيذ، التي طورها عالم النفس بيتر جولويتزر، وتقوم على مبدأ بسيط لكنه فعال. بدل أن تقول سأبدأ يوما ما، تقول بصيغة محددة: إذا جاءت الساعة 7 مساء فأبدأ العمل على كذا لمدة 30 دقيقة. الدراسات بيّنت أن هذه الصيغة ترفع احتمال التنفيذ، تقلل التسويف، وتحول النية إلى سلوك تلقائي. خلاصة مركزة: الطموح يعطيك الرؤية، والقرار يعطيك البداية، والتكرار يصنع النتيجة. الفرق بين من يحلم ومن ينجح هو موعد محدد بدأ فيه الأول متأخرا وبدأ فيه الثاني اليوم.